يا رب، يا رب. نعمل ايه تاني؟ طب نعمل ايه تاني؟ بالله عليكم نعمل ايه تاني؟ يعني الاهلي النهارده بصراحة عمل كل حاجة، عمل كل حاجة، ولكن بسام رفض. بسام اللي بيجي قدام الاهلي وسبحان الله بيقلب مانويل نوير او بوفون على حسب، يعني هو وغزالته. ايه يا عم بسام؟ والله ما كانت ناقصاك خالص. هو في ايه يا عم الحاج؟ يعني ناشفه خالص، ناشفه قلبتها لي النهارده يعني مانويل نوير. مش كده يعني يا جماعه؟ والله ما كده، احنا تعبنا والله العظيم. يعني بصراحه النهارده يعني هو يعني الاهلي لعب كوره شويه، يعني الاهلي النهارده لعب كوره شويه عن شكل ماتش سموحه المنيل بنيله ده. النهارده شفنا كوره شويه. الحمد لله، الحمد لله على السلامه يا عم محمد يا هاني، الحمد لله على السلامه والله. اخيرا رجعت من ماتش الهلال في كاس العالم للانديه، اخيرا شفناك ورجعت. والنهارده قفشه والله يا جماعه كان بيقدم هدايا. بس احنا عندنا برضو مشكله، اللمسه الاخيره. عندنا مشكله اللمسه الاخيره. مين المهاجم اللي هيجي يخلص؟ مفيش يا جماعه سترايكر في الاهلي بيخلص. لا شادي حسين عارف يخلص، جات له فرصتين ثلاثه ما حطهاش. شريف قبل كده ما بيخلص. حسام حسن ما بيخلص. عندنا مشكله مهاجم، عندنا مشكله حد يخلص. ليه كده؟ يعني ليه احنا وصلنا للمرحله دي؟ ليه عمالين هنقضيها بقى احنا تعادلات؟ احنا يعني هنقضيها تعادلات؟ يعني هنقعد كل اسبوع ندي هديه للزمالك؟ هنقعد نقضيها احنا تعادلات كل شويه يعني يا جماعه؟ ما هو كده مش هينفع والله، يعني كده بجد مش هينفع. احنا بجد يعني تعبنا. يعني النهارده يعني كان في كوره شويه، بس برضو مش ده الاهلي. مش ده الاهلي، حرام الناس اللي موجوده دي كلها انتوا تروحوها زعلانه. يعني حرام، يعني الناس دي اللي عماله تشجعكم من اول دقيقه لاخر دقيقه، ليه تروح زعلانه؟ ويعني هو احمد سامي جديد عليكم؟ احمد سامي يعني يا جماعه جديد عليكم؟ كان بيدرب الجيش وبيلعب بنفس الطريقه المنيله، وكان بيدرب سموحه وبيلعب بنفس الطريقه المنيله. هو جديد عليكم يعني يا جماعه؟ احمد سامي جديد عليكم بطريقته يعني؟ طب وبعدين؟ ايه يا عم كولر؟ ايه يا عم كولر؟ هو انت مش دريان انك عندك مشكله لمسه اخيره؟ انت مش دريان؟ يعني مش دريان انك عندك مشكله سودة في الحته دي؟ طب دي حلها ايه يعني يا جماعه؟ هنقعد احنا بقى كل شويه هدايا هدايا هدايا؟ طب ما احنا ابتدينا السنه اللي فاتت كده والدوري راح، ولا ايه؟ ما هو لازم حل يا جماعه، احنا عندنا مشكله. والجول اللي جه فينا النهارده ده ما يجيش. يعني ايه يا شناوي؟ يعني والله الجول ده ما يجي. يعني فرقه تكسبني بكورنر؟ فرقه طول الماتش تلعب عليها كورنر وتكسب؟ خلاص كده يعني الاهلي يتغلب بكورنر يعني يا جماعه؟ كره ثابته وكورنر، هو ده سيراميكا ما راحش غير بيها. يعني شفت مدى الانحطاط اللي بقينا فيه، ان خط الدفاع بقى شكله عامل ازاي؟ شناوي كره واحده اللي جات لك فيستك تخش جول؟ يا جماعه احنا عندنا مشكله، وقلتها مره واتنين وتلاته، عندنا مشكله في خط الدفاع. احنا محتاجين دفاع. محمد عبد المنعم مش هيشيل لوحده، مش هيشيل لوحده. وعندنا مشكلة أجنحة، عايزين جناح يا جماعة، عايزين جناح. عبد القادر بيتصاب، طاهر بيتصاب، برونو سافيو مش في حالته، تاو كل شوية بيتصاب. الشحات النهارده بصراحة عمل اللي عليه وزيادة، والوحيد اللي يعني كان الشوط الأول ونص الشوط التاني كان ممشي كرة وبيحاول. قفشه بصراحة النهارده كان كويس. بس احنا عندنا مشكلة، محتاجين دفاع ومحتاجين حد جناح ومحتاجين سترايكر. بالله عليكم محتاجين سترايكر، لازم يا جماعة راس حربة يجي يخلص المهزلة اللي احنا فيها دي. ما ينفعش نبقى بنروح النهارده ب 10 12 كورة ما نجيبش جول غير بضربة جزاء وكرة ميتة لولا كريم فؤاد. ما هو ده برضو ما ينفعش. شوفوا لنا حل يا جماعه، محتاجين ثلاث خطوط، محتاجين ثلاث لعيبه ضروري. الاهلي محتاج ثلاث لعيبه ضروري ضروري ضروري. واحد في خط الظهر، وجناح، وراس حربه. والله هقولها مره واتنين ومليون، لازم الثلاث لعيبه دول. يا اما كل اسبوع هنقعد ندي الزمالك في هدايا، هنقعد ندي الزمالك في هدايا. هو ده الحل.